ليوناردو ولا دوناتيلو ولا رافائيل ولا مايكل انجلو؟ عن نفسي انا بحب دوناتيلو جدا، واحد كده دماغه شغاله وصاحيه وبيحب التكنولوجي. بس مش عايزين ننسى مايكل انجلو، فرفوش كده ودمه خفيف كده ومد الدنيا طناش. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كريبتو. هي سلاحف النينجا دي حقيقية؟ يعني فعلا ممكن يكون حوالينا سلاحف بتتنطط وبتلعب وبتتحرك وبتعمل أكشن وحركات؟ وهل فعلا ممكن يكون في حوالينا سلاحف بتاكل البيتزا وبتسمع للموسيقى وبتلعب نينجا وعايزة تحرر المدينة من الشر؟ بس خليني في الأول بس كده أحكي لك قصة سلاحف النينجا باختصار من غير ما أطول عليك. سلاحف النينجا هو مسلسل رسوم متحركة، وكان في الأصل عبارة عن كوميكس أو قصص مصورة يعني، وتم إنتاجها سنة 1948 في شركة ميراج ستوديو، ودي شركة أمريكية خاصة بإنتاج القصص المصورة. قصتهم باختصار بتدور جوه مدينة نيويورك، والقصة بتقول إن كان في طفل شايل 4 سلاحف صغيرين واقف بيهم عند إشارة مرور، وفي نفس التوقيت كانت في شاحنة أو تريلا يعني معدية ناحية إشارة المرور، وكانت شايلة جواها مواد إشعاعية ومواد كيميائية غريبة، وكانت التريلا هتدوس راجل أعمى كان بيحاول يعدي الطريق. لكن الطفل اللي كان شايل السلاحف قدر ان هو ينقذ الراجل قبل ما يموت، لكن السلاحف اللي كان شايلها وقعت منه، وبطريقة ما وقعت في المجاري، وبطريقة ما علبة وقعت من الشاحنة اللي كانت هتدوس الراجل الأعمى، والعلبة دي المادة اللي جواها وقعت على السلاحف، وكان جنبهم فار برضو المادة دي جت عليه، واللي بعد كده هيتسمى باسم المعلم سبلينتر. واللي حصل ان المادة الغريبة دي نفسها غيرت في جينات السلاحف والفار، وغيرت في صفاتهم البدنية، وبقى قادرين ان هم يمشوا ويتحركوا ويتكلموا ويتنططوا، لكن بشكل اقوى شوية من البشر. الشخصيات الاساسية للقصة هم ليوناردو ومايكل انجلو ورافائيل ودوناتيلو، اللي كانوا قريبين جدا من طباع البشر، وكل واحد فيهم ليه شخصية مختلفة عن التاني. عندك مثلا ليوناردو هو بطل النينجا المثالي والاكثر عقلانية ما بين السلاحف كلها. كمان رافائيل هو اكتر واحد فيهم متهور ومتسرع، لكنه كان قوي جدا جدا جدا. وكمان عندك دوناتيلو هو محب جدا للتكنولوجي، وهو مخترع موهوب جدا جدا جدا. وفي الاخر بقى عندنا عمنا مايكل انجلو اللي بيتسم بخفة الدم، وقليل قوي لو في حاجة تعصبه او حاجة تضايقه. ودلوقتي بعد ما عرفنا قصتهم يلا بينا ندخل في موضوع حلقتنا. خليني اسالك سؤال، هي قصة زي سلاحف النينجا ممكن تحصل فعلا بجد؟ خلينا في الأول نتكلم عن حيوان السلحفاة ونعرف تفاصيل بسيطة عنه. السلحفاة هي مخلوق زاحف من ذوات الدم البارد، واللي ما يعرفش يعني ايه ذوات الدم البارد، يعني هي مخلوقات درجة حرارة دمها عالية بشكل نسبي، وبتقدر تحتفظ بدرجة حرارة جسمها مهما كانت الظروف اللي حوالين منها، إن كانت درجة حرارة عالية أو درجة حرارة منخفضة. وفي منها السلاحف وبعض أنواع التعابين وحيوانات تانية كتير. السلحفة هي من أقدم الزواحف اللي عاشت على سطح كوكب الأرض من ملايين السنين، واتطورت مع الوقت لدرجة إن هي وصلت تقريبا ل 13 عيلة و75 جنس و300 نوع مختلفين عن بعض. صفات السلاحف إن هي تشترك مع الزواحف التانية إن هي عندها رئتين، وعندها قلب بيتكون من أذنين وبطين واحد، وليها جلد قوي جدا متغطي بحراشف قوية جدا، وبتحط بيضها في مكان جاف، وبيتألف هيكلها من أنسجة عظمية قوية جدا. خلينا نجيب سلحفاة صغيرة كده ونشوفها هل ينفع تكون زي سلاحف النينجا ولا لا. وعلشان تكون السلحفاة زي دوناتيلو ومايكل انجلو، في كده كام نقطة لازم تكون عارفها. أول نقطة السرعة. هو بديهي كده، انت بني آدم عايز تكون نينجا لازم تكون سريع، بس ازاي هتكون نينجا وانت بطيء؟ بس هل فعلا السلحفاة بطيئة؟ بص، هي بطيئة بس مش بالبطء اللي انت متخيله. السلحفاة ما كانتش بطيئة في يوم وليلة يعني، اعذروها يا جماعة. السلحفاة اصلا بطيئة لانها اصلا ما بتضطرش ان هي تطارد الطعام بتاعها. اولا لان هي بتحب النباتات زي الخيار والخس، حاجات ثابته مش هتجري منها. ثانيا والله هي ما مضطره تجري من اي حد بيحاول يفترسها، وده بيرجع لان هي بتقدر تدافع عن نفسها بذكاء جدا. غير كده جسمانها الصلب والقوي جدا وقوقعتها بيخليها فريسه صعبه المنال بالنسبه للحيوانات التانيه. ثالثا بقى التكيف البيئي والتركيب البيولوجي بتاعها بيخليها حذرة جدا جدا في سرعتها، لانها لو على سبيل المثال لو جريت ممكن تتكعبل وتقع ويحصل كسور في جسمها، وممكن قوقعتها كمان تتكسر. اخر حاجة لازم تعرفها عن السلحفاة ان معدل حرق الطعام بالنسبة لها
بطيء جدا جدا جدا، وبسبب بطء عملية التمثيل الغذائي ده بيخليها تنتج طاقة بشكل قليل، وده فعلا بيأثر على سرعتها. تاني حاجة التغذية. اوعى تتجنن بس وتروح تجيب لها بيتزا مشكل جبن وتحطها قدامها وتقول لها كلي يا حبيبتي، مفيش الكلام ده، عمره ما هيحصل. في سلاحف بتكون آكلة للحوم، في سلاحف تانية بتتبع نظام غذائي صارم جدا، وفي بقى السلاحف اللي احنا بنقول عليهم الأكيلة اللي بياكلوا من ده ومن ده. بس خليني أقول لك إن نوع الأكل اللي بتاكله السلحفة بيعتمد على الفك اللي عندها اللي بتمضغ بيه الأكل، كمان مكان معيشتها وظروفها البيئية اللي عايشة فيها بتحدد نظامها الغذائي. يعني عندك مثلا السلاحف البحرية بتعيش على الأعشاب البحرية، الطحالب والأسفنج وشوية من الحبار والجمبري والقنديل، يعني مدلعة كرشها أحلى دلع. أما عندك السلاحف اللي بتعيش في المية العذبة فدي حالتها كرب قوي 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 قوي، وحالها والله ما يسر عدو ولا حبيب. ودي بقى عايشة على الديدان والحشرات والقواقع واليرقات والطحالب والفاكهة اللي بتقع من على الشجر. وكمان عندك السلاحف اللي عايشة في البر واللي بتاكل الديدان والخنافس والأعشاب والفواكه والتوت وبعض أنواع الفطر. وعموما أغلب السلاحف بتاكل اللحوم المتعفنة اللي بتلاقيها قدامها. يعني معلش يا صاحبي كده، موضوع ان السلحفة بتاعتك تاكل بيتزا زي مايكل أنجلو معلش اركنه شوية على جنب. ودلوقتي بعد ما اتكلمنا عن الغذاء والسرعة بالنسبة للسلاحف، خلينا ندخل في ثالث نقطة، القوة الجسمانية. طبيعي يعني طبيعي لو انت عايز سلحفتك تكون نينجا لازم تكون قوية جدا. خلينا افرحك واقول لك ان سلحفتك قوية جدا جدا واقوى ما انت تتخيل. جسم السلحفة عموما بيتكون من 4 أجزاء: الراس، البطن، الذيل، ال4 أطراف. واللي مغطي منطقة البطن والظهر هي صدفة قوية جدا باللغة العربية اسمها الدرقة. والدرقة بتتكون من مجموعة قوية جدا من الصفائح، واللي بتساهم في حماية السلحفة نفسها من العوامل المحيطة بيها ومن الأخطار اللي ممكن تواجهها. وعيون السلحفة موجودة في الراس من الجنب، وكمان عندها فكين قويين جدا تقدر تمضغ بيه اي طعام، لكن هي ما عندهاش اي اسنان. بتعتمد السلحفة في حركتها على ال4 اطراف اللي عندها وعلى الديل، والديل ده بيسهل عليها حركتها بشكل كبير جدا. تقدر ان هي تثبت بشكل افضل على الاسطح وعلى الصخور. وقبل ما ندخل في النقطة الرابعة خليني بس اقول لك شوية معلومات كده سريعة عن السلاحف ان شاء الله تعجبك. السلاحف عندها بصر قوي جدا لدرجة ان الترسانة البحرية بتقدر تشوف مخلوقات تحت سطح البحر على مسافات بعيدة. السلحفة زي ما قلنا سرعتها بطيئة جدا، بتمشي نص كيلو في ساعة بحالها، لكن السباحة بتاعتها مختلفة شوية، وبتقدر تعوم في البحر بسرعة 30 كيلو متر في الساعة الواحدة. وبمناسبة قوتها الجسمانية ولأنها من ذوات الدم البارد، السلحفة البرية ممكن تعيش في درجات حرارة صعبة جدا، وتقدر تعيش في درجات تحت الصفر لكذا يوم. السلحفة حتى لو انت قلبتها على ظهرها بتفضل تفرك 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 لحد ما تعدل نفسها تاني. ودلوقتي يلا بينا على النقطة رقم 4. أكيد يعني بعد ما عدينا القوة الجسمانية والغذاء والسرعة فأنت محتاج ذكاء، لأن باختصار يعني مفيش نينجا غبي. معلش يعني هو احنا أصلا ينفع نقيس ذكاء الحيوان؟ بص انت ممكن تقيس بس مش بالشكل اللي بيتقاس بيه ذكاء الإنسان. انت مش هتقدر تجيب فار وتعمل له اختبار ذكاء، لكن ممكن جدا تحطه في متاهة وتشوف هو هيتصرف ازاي، وبناء على تصرفاته ده ممكن تبتدي تقيس درجة الذكاء بتاعته. طيب على كده بقى السلحفاة دي ذكية؟ خليني اقول لك ان السلحفاة ذكية جدا وواكرة جدا بشكل انت ما تصدقهوش. يمكن دماغ السلحفاة مش معقدة زي دماغ الكلب والحيوانات التانية، لكن هي عندها نسبة عالية من الذكاء. عندك السلاحف المائية مثلا بتتغدى كل يوم في ميعاد معين وبتحفظه، بتاكل كل يوم في نفس الميعاد بثبات. خلي بالك السلحفة بتعرف اللي بيربيها وبتحفظ شكله وبتروح له وقت ما بيجيب لها الاكل. لو انت موجود في وسط بحر وفي حوالين منك ناس كتير هتروح لك على طول انت بس بشكل مباشر، عشان هي حافظاك وعارفاك وعارفه ان انت الشخص اللي بيقوم بتربيتها وبرعايتها وبإطعامها. حاجه كمان غريبه شويه عن السلاحف، السلحفة زي الكلب تقريبا بتستجيب لاسمها. يعني انت لو سميتها اي اسم وناديتها بيه مع الوقت هتحفظه وتعرفه وهتجيلك. واقول لك بقى على المفاجأة الكبيرة،
السلحفة الزغنطوطة دي ممكن تشتغل حلالة مشاكل. ده بيتم عن طريق الملاحظة الاجتماعية والاعتماد على ذاكرتها القوية والمرونة السلوكية والتجربة. ودلوقتي وصلنا لآخر نقطة. هل تعتقد ان انت بعد ما وفرت السرعة والذكاء والتغذية والقوة الجسمانية للسلحفة بتاعتك، ايه اخر حاجة ممكن تكون محتاجها؟ على ما اعتقد يعني هتحتاج بس ان السلحفة بتاعتك تعيش شوية حلوين. بس اطمنك واقول لك ان السلحفة بتعيش كتير جدا 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 جدا. تيجي مثلا قارنها مثلا الفيل اللي بيعيش لحد 69 سنة، والحصان اللي يقدر يعيش لحد 50 سنة، والشمبانزي اللي ممكن يعيش لحد 40 سنة. السلحفة ممكن تعيش لحد 80 سنة، والأنواع الكبيرة منها ممكن تعيش لحد 100 سنة. بعد ما قلت لك السلحفة ممكن تكون نينجا ولا لأ، صدقني السلحفة مش محتاجة ان هي تاكل بيتزا، مش محتاجة ان هي تتعلم فنون قتالية، ولا حتى تعلمها ازاي تدافع عن نفسها. هي بتعرف كويس جدا ازاي تدافع عن نفسها. كل اللي محتاجاه منك بس ان انت تسيبها في حالها، وهي هتكون مبسوطة جدا. مش لازم يعني تربط فيها حبل وتجرها زي الكلب، او حتى تشتريها وترميها وتهملها، او ترمي اكياس في البحر يكتم على نفسها ويخليها مش قادرة تتنفس. وفي النهاية يا عزيزي المشاهد، أتمنى إن أنا ما نكونش طولت عليك، وخليني بس أفكرك بحاجة أخيرة، إن أخطر مخلوق على الحياة هو الإنسان. وفي النهاية لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة أول بأول. باي يا برنس.